النهاردة كلامنا موجه لكل برج العقرب، فجهزوا نفسكوا عشان احنا داخلين على فترة فيها زحل المعلم الصارم داخل بيتك السادس. عارف يعني ايه؟ يعني الكلام الجد بدأ. الفترة دي مش بتاعت هعمل اللي عليا وبس، لأ، دي فترة إعادة هيكلة ليومك، لشغلك، لروتينك، وحتى لصحتك. زحل داخل بصراحة عشان يربيك من أول وجديد في تفاصيل حياتك اليومية. فلو كنت فاكر إن الدنيا هتمشي بالبركة، خليني أقولك إن زحل له رأي تاني خالص. يلا اعمل لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعدني على الاستمرار، وبينا على التفاصيل. تخيل كده، بقالك فترة ماشي بنظام معين وكل حاجة ماشية عادي، وفجأة تحس إن المسؤوليات بدأت تكبر وتزيد فوق كتافك. ومش أي مسؤوليات، دي حاجات تقيلة مطلوب منك تكون قدها. يعني مش بس الشغل ده، حتى حاجات صغيرة كنت فاكرها بسيطة بتبدأ تبقى صعبة. البيت السادس ده بيت الشغل، بيت التعب، الروتين، وكل تفاصيل يومك، حتى الحيوانات الأليفة اللي عندك. لما زحل يدخل البيت ده بيبتدي يسألك كأنه بيبص في عينيك، انت بتعمل ايه في يومك؟ وبصراحة الكلام ده مش هزار. هتحس انك فجأة بقيت مسؤول عن حاجات كتير. ممكن تلاقي نفسك مدير أو شخص في منصب سلطة، أو حتى المرجع لكل زمايلك في الشغل. وهنا زحل بيظهر لك وجهه الواقعي، مش بيجي يضايقك عشان يزعل، لأ، هو بيخليك سلطة، بس المقابل هتتحرم شوية رفاهية كنت متعود عليها. الوقت هيبقى ضيق، القيود هتزيد، وهتحس إنك شايل أكتر من اللي كنت متخيل إنك تقدر تشيله. بس أطمنك، طبيعة زحل في الحمل بتقولك حتى لو شلت أكتر من طاقتك هتعدي وهتطلع أقوى. المهم ما تهربش وما تسيبش حاجة ورا ظهرك. وعلى سيرة الشغل لازم نهتم بحاجة مهمة جداً، وهي الصحة. البيت السادس ده كمان بيت الصحة والأمراض. زحل هنا ممكن يبعت لك رسائل تحذير، مش قصدي أمراض صعبة أو مخيفة، لأ، غالباً رسائله هتميل لأفكار الإصابات أو التعب اللي بيجي من الإهمال. يعني لو أنت من النوع اللي بيطنش وجع ظهره عشان يخلص شغل، زحل هيوقفك ويقولك لازم تهتم بنفسك. ولو بتطنش في أكلك أو نومك، جسمك هيشتكي. الفترة دي محتاجة منك انضباط مش خوف. اهتم ببدنك، هو ده الماكينة اللي هتشيل كل الضغط اللي جاي. دلوقتي خلينا نربط الخيوط مع بعض. زحل عندك مش بس بيحكم البيت السادس اللي مرتبط بالشغل والصحة والروتين اليومي، لأ، ده كمان ماسك بيتك التالت. والبيت التالت ده حكاية لوحده. يعني بيت المواصلات، السفر القريب، الجيران، وكل التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تعدل مزاجك في اليوم. والأهم الإخوات، سواء إخواتك الحقيقيين أو أي حد قريب منك بيعتبر نفسه جزء من حياتك اليومية. تخيل كده، حاكم البيت الثالث بيروح للبيت السادس. الموضوع هنا مش هزار. لازم أقولك بصراحة، خلي بالك وانت سايق. وده مش بس على الطريق، لأ، ده كمان على كل مشوار، كل رحلة، كل خطوة صغيرة أو كبيرة. الموضوع بسيط على الورق، بس محتاج تركيز، محتاج وعي، محتاج إنك تبص حواليك كويس قبل ما تعمل أي حركة. اربط حزامك، التزم بقوانين المرور، لأن أي حركة سريعة أو تهور ممكن تدفعلك تمن كبير. زحل هنا بيعلمك حاجة مهمة جداً، الصبر. الصبر في الحركة، الصبر في اتخاذ القرارات الصغيرة، والصبر كمان مع الناس اللي حواليك، مع زمايلك، مع أخواتك. الصبر مش ضعف، ده تدريب. تدريب على التحكم في نفسك، على فهم حدودك وحدود اللي حواليك، وعلى التعامل مع كل حاجة بوعي. ومن ناحية تانية ممكن تلاقي نفسك بتشتغل مع أخواتك مش بالمعنى التقليدي للشغل، لكن مسؤوليات، سواء مساعدة أو دعم أو حل خلافات، أو حتى لو حصل شوية شد وجذب، مشاكل بسيطة كده محتاجة عقل هادي وحكمة عشان تتحل، مش انفعال أو صراخ. كل موقف محتاج منك الصبر والتركيز. كل كلمة هتقولها أو تصرف هتعمله هيتحاسب عليك. المهم إن التواصل مع محيطك القريب هيتقل شوية. هتحس إن كل شيء محتاج مجهود حقيقي، مش أي مجهود، مش مجرد أعمل اللي قدامي واخلص،
لأ، ده مجهود صبور ومدروس. لازم تبني كل خطوة، كل تصرف، كل تواصل. زحل هنا مش جاي يضايقك، ده جاي يعلمك قيم التوازن. يعلمك إن لو اهتميت بالخطوات الصغيرة دلوقتي هتشوف نتائج كبيرة بعد شوية. النتائج اللي هتحسسك إنك قادر تمسك كل حاجة في حياتك بدون ما تدوخ، بدون ما تتوتر، وتعرف تتحكم في حياتك اليومية بحكمة. يعني ببساطة، زحل هنا بيعلمك الصبر والوعي والمسؤولية، وكل خطوة منه هتخليك أقوى، أهدى، وأكثر استعداداً لأي تحدي جاي. والقصة لسه ما كملتش. زحل كمان بيحكم بيتك الرابع، بيت العيلة، البيت اللي ساكن فيه، الخصوصية والأهل. ولما طاقته تمتد للبيت السادس هتحس بنوع من التداخل العجيب. هتلاقي حياتك الشخصية والمنزلية في صراع مع شغلك. ساعات هتلاقي نفسك بتهمش البيت والعيلة عشان الشغل واخد كل وقتك، أو العكس، مشاكل البيت مأثرة على كفاءتك المهنية. ممكن الظروف تضطرك تنقل سكنك بسبب شغل جديد، أو تعمل مجهود جبار عشان توازن بين مسؤوليتك كابن أو أب وبين طموحك المهني. معادلة صعبة، والضغط فيها ملموس، لكن زحل عايزك تتعلم إزاي تبني أساس قوي لبيتك من خلال تعبك وشقاك. الفترة دي اللي هتستمر 2 هي رحلة حقيقية، رحلة لبناء شخص أكثر نضجاً. النسخة اللي هتلاقي فيها نفسك أقوى، أهدى، أكثر صبراً، وأكثر قدرة على التعامل مع كل حاجة حواليك. زحل مش جاي يضايقك، لأ، هو جاي يخليك شخص يعتمد عليه، شخص الناس تبصله وتثق فيه، شخص يعرف إمتى يسيطر، إمتى يتراجع، إمتى يخطط، وإمتى يدي كل حاجة حقها. وفي النهاية لما زحل يخرج من البيت ده هتحس بحاجة غريبة. هتحس إنك بقيت خبير في إدارة وقتك. كل دقيقة من يومك هتقدر تستغلها صح. صحتك هتبقى أحسن لأنك اهتميت بيها مع كل ضغط ومسؤولية. هتعرف تفهم جسمك وتسمع إشاراته قبل ما يكبر الموضوع. ووضعك المهني هيبقى ثابت ومستقر زي الصخر. يعني مش بس هتكون قادر تواجه أي ضغط، لأ، هتكون بنيت أساس صلب لكل نجاح جايلك. وده مش كلام نظري، ده شعور هتحسه كل يوم، شعور القوة، الاستقرار، والسيطرة على حياتك. وبصراحة الفترة دي لو اتعاملت معاها صح هتلاقي نفسك مش بس جاهز لأي تحدي، لأ، هتلاقي نفسك مختلف عن أي حد حواليك، أقوى، أهدى، وأكتر وعي بكل خطوة بتاخدها. وده اللي بيخلي زحل يبان صعب في الأول، لكن في الآخر المكافأة هتكون كبيرة. مكافأة إنك بقيت أنت النسخة الحقيقية، النسخة اللي دايماً حلمت تبقى عليها، بس النهاردة بتبدأ تبنيها خطوة خطوة. نصيحتي ليك، استقبل المسؤولية بابتسامة. لو الشغل زاد نظم وقتك، لو جسمك تعب ريح واديه حقه، لو في توتر مع الإخوات أو في البيت خليك أنت الكبير والحكيم، والأهم خليك واعي لكل خطوة بتخطيها. زحل بيحب الناس اللي بتخطط، ما بيحبش العشوائية. فلو رتبت ورقك من بدري هتعدي الفترة دي وانت في قمة نجاحك. أنا عارف إن العقرب طبيعته قوية وبيستحمل، والسنوات اللي جاية هتثبت فعلاً معدنك الحقيقي. خليك فاكر إن التعب اللي بتتعبه النهاردة هو اللي هيبني لك الراحة والاستقرار بتوع بكرة. وما تنساش، كل مسؤولية جديدة بتاخدها هي خطوة في طريق السلطة والتمكين اللي زحل بيوعدك بيهم لو نجحت في الاختبار. لو عجبك الفيديو وحابب نكمل في تحليل باقي الكواكب وتأثيرها على طالع العقرب، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. أشوفكم الفيديو الجاي، وخليكوا دايماً مستعدين للي جاي.